1 2 3 اكشن. يا دكتور اسماعيل من فضلك بص للكاميرا. وانتوا جايبين لنا تهنونا ولا ايه؟ عموما هي حلقه مش جايبه همها اصلا. انت عارف البدله دي بكام؟ بلاش اقول لك احسن الخط. يلا ابدا خلينا نخلص. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. حلقه جديده من برنامجكم المفضل المحكمه، نتكلم فيها عن زيادة الإنتاجية لدى الطلاب، خاصة وأن الماراثون السنوية العامة سوف يبدأ قريبا. ونتشرف في حلقة اليوم بحضور دكتورنا العظيم، دكتور الإنتاجية والمسالك البولية من جامعة بنسلفانيا في الولايات المتحدة الأمريكية، الدكتور إسماعيل ياسين. أهلا بحضرتك يا دكتور. نود في البداية أن تحدثنا عن أهم النصائح لكي يزيد الطلاب دافعيتهم وإنتاجيتهم. سؤال جميل، لكن في البداية لازم نعرف يعني إيه كلمة إنتاجية. بلاش تقاطعني بقى لأحسن أطفش وأسيبكم. الإنتاجية معناها إن أنت تنفذ المهمة اللي أنت محددها لنفسك في الوقت اللي أنت محدده وبالكفاءة المطلوبة. بمعنى إن أنت لو محدد لنفسك تذاكر وحدتين إنجليش، يبقى أنت واضع لنفسك الوقت اللي أنت هتذاكر الوحدتين دول فيه، وبالتالي لو أنت خلصت مذاكرة الوحدتين في الوقت اللي أنت محدده وليكن ساعة بنفس الكفاءة المطلوبة، حافظ وفاهم وتقدر تحل، يبقى هي ديت الإنتاجية. نيجي بقى لسؤال الباشا المذيع. سؤالك إجابته في الآتي: رقم 1، حط لنفسك خطة مذاكرة. خطة المذاكرة هتنظم وقتك وهتوفر من وقتك كتير وهتقلل شعورك بالتوتر، لأنك أنت عارف أنت هتعمل إيه. في دراسة بتقول إن الناس الأكثر سعادة وإنتاجية هم الأكثر قدرة على إنهم يخططوا ليومهم عامل إزاي. تاني نصيحة: استيقظ مبكرا، لأن الصحيان بدري بيرفع من إنتاجيتك وبيبقى مخك لسه مستعد وفي كامل نشاطه للتركيز. وزي ما النبي عليه الصلاة والسلام بيقول: بورك لأمتي في بكورها. لو أنت من الناس اللي بتذاكر بالليل وبتسهر، حاول الشهر ده تعالى على نفسك ونام بدري واصحى الفجر، صلي الفجر وابدأ جلسة المذاكرة بتاعتك. والتمارين، اوعى تنسى التمارين، على الأقل المشي، لو حتى تتمشى في الصالة رايح جاي 5 6 مرات. أما النصيحة اللي بعد كده، فلو أنت من الناس اللي بتعرف تذاكر مع صديق أو رفيق فماشي أوكي، بس الكلام ده لو إحنا هنقدر نسيطر على وقتنا ونعمل الصح. يعني مش كل شوية نفتح موضوع، مش كل شوية نفتح التليفون وندردش مع بعض في حاجات بره المذاكرة. إنما غير كده غلط، فكرة غلط تماما. تذاكر لوحدك أحسن. نسيت أقول لكم، فاشل المذيع ده يعرف، واصلا مذيع فاشل. نسيت اقول لكم ان احنا المفروض بنقسم جلسات المذاكره. يعني احنا مثلا هنقعد نذاكر 5 ساعات متواصل، يبقى كل نص ساعه ناخد 5 دقائق راحه. ليه؟ عشان ننشط العقل ونرجع له تاني قدرته على التركيز، وده بيساعد على انه يعمل ريستارت لنفسه ويحتفظ بالمعلومات اللي تم تخزينها فيه. طب اعمل ايه في ال5 دقائق دول؟ كافئ نفسك. كافئ نفسك ازاي؟ بص 5 دقائق بالبلكونه، اتمشى في المكان، روح اتوضى وصلي ركعتين، كل شوكولاتايه بس ما كترش كتير، اشرب كوب عصير، اقعد مع الحاجه 3 دقايق، وارجع تاني عاود لجلسه المذاكره. وما تنساش ما تفتحش ماده تانيه الا ما تخلص اللي قبلها. يعني انت كاتب في خطه المذاكره بتاعتك ان احنا هنذاكر النهارده بابين فيزياء، فلازم بابين الفيزياء يخلصوا الاول، بعد كده هخش على الرياضه، بعد كده على الانجليش، وهكذا. ما تتنقلش من مهمه لمهمه من غير ما تخلص الاولانيه، لان تعدد المهام مرهق للمخ وبيخلي المعلومه ما تثبتش وما بيساعدش على الانجاز. وطبعا ما ننساش الاكل الصحي، خضار او فاكهه، وحاول ما تتقلش في العشاء او ما تتعشاش اصلا. ولو جيرانك من الناس المزعجين او في دوشه حواليك، اشتري سداده ودان، ممكن تفي بالغرض. تمام يا دكتور، أنا فهمت.
وأعتقد أن كافة المشاهدين قد فهموا ما تريد أن تقوله. حدثنا أكثر عن الأشياء التي يجب أن يتجنبها الطالب. سؤال جميل جدا. أول مصيبة بتواجه الطالب هو التسويف. التسويف التسويف التسويف، وهو إنك تأجل المطلوب منك تنفذه النهاردة. لازم تحط خطة مذاكرة وتمشي عليه وتجبر نفسك إنك تمشي عليه. الحاجة التانية اللي المفروض تتجنبها، ما تذاكرش في المكان اللي مش مخصص للمذاكرة. بمعنى إيه؟ بمعنى إن أنت ما تاخدش كتابك وتروح تقعد في أوضة النوم تذاكر هناك. المكان ده معمول للنوم، يبقى أكيد 3-4 دقايق هتلاقي دماغك بتتقل منك وعايز تنام. مثلا المكان اللي فيه التلفزيون ما ينفعش أنا أذاكر فيه. هو عقلي مرتبط من جواه إن المكان ده مخصص للتلفزيون، يبقى أنت إيدك هتاكلك إن أنت تفتح التلفزيون وتشغل الريموت وتفتح على القناة، وساعة تجيب ساعة تجيب ساعة ووقتك ينتهي. فدور على المكان المخصص للمذاكرة وذاكر فيه، لأن عقلك الباطن مهيأ على إن المكان ده هو اللي للمذاكرة. المشكلة التالتة، المذاكرة بالليل والسهر، وكده أنت بتفقد أحلى ساعات اليوم وهي بعد الفجر. وإحنا قلنا الكلام ده في أول الحلقة. حاول تنام بدري وتتجنب السهر على الأقل في الشهر دوت عشان تعود نفسك على مواعيد الصحيان للامتحان. وبعدين انت لازم تنام كويس عشان مخك يقدر يربط المعلومات اللي انت ذاكرتها وتثبت فيه. فالنوم، ناس كتير بتفكر ان النوم هو تضييع للوقت. لا، النوم ضروري لتربيط المعلومات. ونيجي بقى للمصيبة الرابعة والأخيرة، وهي مصيبة المصايب. تليفونك وقت مذاكرتك حطه في أوضة تانية، أو اقفله أو اعمله صامت. ال4 5 6 ساعات المذاكرة اللي أنت هتعملهم تليفونك ما يتقربش منه نهائي. حطه في خزنة واقفل عليه بالضبة والمفتاح. يا سيدي لما أنت تخلص مذاكرتك يبقى افتحه من نص ساعة لساعة بالكتير. فابعد التليفون. تمام جدا يا دكتور، نشكرك على ما قدمته لنا من معلومات ونصائح مفيدة، ونتمنى منك أن تتكرم علينا ببعض الحلقات في الأيام القادمة. ونشكر السادة المتابعين والمشاهدين على صبرهم معنا على هذه الحلقة، وبالتوفيق دائما. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لا شكر على واجب يا سيدي. فين بقى تمن الحلقة؟ هتديهولي كاش ولا هتبعتولي على حساب البنك؟ عموما اوعدك ان ديت اخر حلقة هعملها معاك لانك مذيع فاشل. السلام عليكم.